اهلا بكم معايا في فيديو جديد. منورين. عايزه اقول لكم احنا النهارده خرجت كده انا وابني، رحنا نادي المنصوره الرياضي. بعد ما جددوه بصراحه بقى جميل جدا. للي ما راحوش بنصحه ان هو يروحوا، بقى بصراحه اتغير 180 درجه للاحلى طبعا. آه، بقى في اماكن جديده ومطاعم والعاب تنس ويد وكوره وسباحه والعاب رياضيه كتير. اشوفكم بقى استمتعوا بالفيديو. زي ما قلت لكم، اي استفسار ليكم عايزين تسالوا اي حاجه عن النادي اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. هو انا عضوه في النادي، فانا ليا تخفيض. الغير عضو 350، العضو 300. طبعا احنا عارفين في النوادي بيبقى العضو غير حد جاي من بره، طبعا بيبقى له نسبة، بيشيلوا له نسبة من المبلغ. وطبعا لو معاكي طفلين مدخلاهم برضو نفس الرياضة بيشيلوا برضو جزء كمان من المبلغ. بجد السباحة من الرياضات يا جماعة المهمة جدا انتي تعلميها لطفلك. تروحي اي مكان في صيف، رايحين تصيفوا، ما تبقيش برضو يعني طبعا انت مش هتسيبيه في البحر لوحده ولا كده. بس برضو بيبقى برضو هو عارف هو نازل يعني يعمل ايه، ما يحصلش لا قدر الله حاجه ولا كده. وان عايزه بقى تكملي له خالص في السباحه ويحترف، يبقى خير وبركه، بس طبعا بيعوز مجهود كبير مننا. انا بقى هنا كنت بزقه كده، هو عايز يلعب شويه فبزقه. فطبعا تعبت انا بقى، فجاء الولد الامور الكيوت ده قال لي سيبيه يا طنط، انا هلعب معاه وهزقه. فبصراحه تبرع شاكرا، انا ما قلتلوش ولا حاجه، تبرع ان هو يزقه. وطبعا التاني مبسوط. زي ما قلت لكم، اي سؤال لكم عن نادي المنصورة الرياضي ابعتولي وانا ان شاء الله ارد عليكم في التعليقات. بجد الولاد بيقضوا وقت جميل جدا. نعم، عايز حاجة حادقة. انتي ما عندكيش حاجة حادقة؟ تعالى بس يا نور، هات يا نور، هات يا نور، هات يا نور. الحقهم عملوا ايه؟ ما هو ده جامع، السلم بتاعه حلو. عملوا جامع. السلم بتاعه حلو. هات انت كده هتعورني، هاتني انا جوه، هاتني انا جوه عشان اصور. تعالى انت بره، تعالى انت بره هتقع، تعالى انت بره كده عشان ما نتعورش في بعض. هم عاملين بقى جيم جديد وبنوا جامع ولسه بيبنوا كمان جنب حمام السباحة كده من بره. بيبنوا مطاعم، تقريبا هيفتحوا مطاعم. فاكر صاحبك زيزو؟ ايه؟ فاكر صاحبك زيزو؟ فاكره؟ ايه؟ معرفش هو فين. بيتعلم سباحة. تعلم كورة. بيتعلم كورة وحتى انا مش عارفة هو فين. وفي تنس هناك اهو. انا مش عايزة العب تنس، انا مش بعرف. ملاعب تنس. ايه؟ في هناك تنس. مش بعرف. ايه ده؟ شفت عملوا ايه هنا؟ تعالى شوف عملوا ايه. عملوا ده ايه؟ ده ايه ده ايه؟ تنس. دول عملوا حاجة جديدة. ده ايه؟ الله، ده بينج بونج. بينج بونج. دي لعبة جديدة، ده الواد مصطفى ما يجي يلعبها. مش بيعرف. اول مرة قلت لها العب البينج. ودي عاملينه لايه؟
ايه بالظبط؟ مش عارفه. بصي كل واحد بيقعد في الصف بتاعه ويقوم ضارب. مش عارفه دي ايه، دي عاملينها جديده. انا عندي بس ايه، نور ابني كده يعني بيستغل المواقف دايما، يعني عارف بقى ان انا شايفه كده. فماما انا زي انتوا سامعين طول الفيديو، انا عايزه حاجه حادقه، انا عايزه حاجه مسكره، انا جعان والله، انا بعمل له وانا رايحه النادي. بس هو ايه، ما تعملي لنا يا ماما اللي كنتي عاملاها يوم مش عارفه ايه عيد ميلاد مين، ما تعملي لنا يا ماما البتاع الجميله اللي انت بتعمليها عليها شوكليت اللي كنتي عاملاها اما خرجنا فين. يعني هو على طول نور كده بيستغل الموقف، ويعني بيحقق اماني. يعني هو فاكرني مصباح علاء الدين تقريبا. يعني مثلا الحاجه خلصت وعايز دلوقتي الحاجه دي، الحاجه الحادقه دي، الحاجه المسكره دي. انت شيف بقى، اتصرفي انا ماليش دعوه. حاسب لا تتعور. دي شفت دي النخل مقاطعينه، جابوه ازاي ده؟ تعالى يلا. ماشي. صوري اصور ايه بس؟ ايه البتاعة دي؟ وزي ما انتوا شايفين تراك فيه طويل، يعني ما شاء الله. انت عايزه تخسي كده، خسيلك مثلا، ممكن تخسيلك 10 كيلو في الشهر لو انت نزلتي يوميا ومشيتي في التراك ده، لفيتي النادي كده لفتين كده، يعني هتخسي 10 كيلو. يلا يا نور. يعني بصراحة أنا أصلا عما بكون روحت البيت بكون خلاص يعني. الغريبة سبحان الله، الولاد الصغيرين عندهم طاقة سبحان الله. يا ربنا بيبقى عندهم طاقة ان هم يفضلوا يلعبوا طول اليوم وعادي. احنا نخرج شوية، يعني انا بخرج اروح النادي معاه وارجع، يعني ما اقولكوش ببقى خلاص بقى، خلاص كل طاقتي راحت، ما عدتش قادرة. وانا بقى كده بحب ايه، عايزة احيي واقدم تحية لكل بجد بتلعب ابنها لعبة، وخصوصا لو مكمله له فيها وعايزاه يفضل. طبعا الرياضة يا جماعة، لما احنا بنشغل الولاد بالرياضة ده احلى حاجة. على فكرة الولاد ما شاء الله الرياضة هتنشط له الذاكرة، هيبقى ذكي على فكرة، هيذاكر ويحفظ في وقت قليل. يعني لو هم حاطين برضو الصور دي جديدة، ناس من اعلام الدقهلية زي مثلا ادباء، شعراء، فنانين، عاملين برضو مش جاي بوكس ايس كريم. الحاجات دي جديدة، الصور دي. يعني هو مثلا احنا خلصنا يومنا ومروحين، ايه رأيك يا ماما انا كنت اجيب العجلة واركب عجل؟ مفيش فايدة. نو. ربنا يهديهم كلهم يا رب ويحفظهم. ده يحيى الفخراني طبعا، هو من الدقهلية، وفاتن حمامه برضو حاطين صورتها من الدقهلية. انا فكرة انا كنت اول مرة اعرف ان فاتن حمامة من الدقهلية برضو. فاتن حمامة عدي كده. حمامة دايما بيقولوا على الولاد والبنات، يعني اي حد مش هيفرق، اخر العنقود بيبقى صعب شوية. ده عندكم برضو الموضوع ده ولا هو عندي بس؟ بجد ابني الاخراني ده ربنا يحفظه، يعني مغلبني زي ما انتوا شايفين كده، طول ما هو ماشي مش عاجبه حاجة وزن زن زن، يعني مش عارفة ايه ده بصراحة. يعني تاخديه وتلعبيه وتبسطيه وكل حاجة وبرضه مفيش فايدة. في جيم على فكرة برضه فاتح جديد، لسه اقول لكم جيم فاتح جديد. مش جاي بوكس ايس كريم. عارفين بجد يعني الست بيبقى عليها ضغوطات كتير طول اليوم عن الراجل طبعا،
يعني بتبقى شايله كتير عن الراجل برضو. في ستات بتشتغل، في رجاله بتشتغل، غير كده ان هي كمان شايله شغل البيت وتربيه الولاد، فبيبقى عليها على دماغها برضو حمل كبير، يعني ما ننكرش، محدش يقدر يقول حاجه في كده. فلازم كده العبي رياضه، خرجي فيها الطاقه السلبيه مثلا اللي انت لماها من طول اليوم، من يعني تعبك مع الولاد وفي البيت. يعني روحي كده حتى يومين بس في الأسبوع، هتفرق معاكي كتير بجد، النفسية بتتحسن جامد. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.